السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين شهوات حياتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم يا البنات غادي ندير معكم بليغات بطريقة بسيطة وسهلة يا البنات، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. المقادير البنات مضبوطة. عندي البنات جبانية ديال الزنجلان. نفس ديروا جبانية ولا كاس ولا اللي درتو، المهم نفس ديالو. جوج ديال الدقيق يا البنات ديال الفرص اللي استعملت. عندي 2 معالق ديال الخل، و2 معالق كبار البنات، 2 معالق كبار ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال الماء زهر، صفر بيضة، وعندي معلقة د القرفة ومعلقة ديال النافع، وعندي 2 معالق كبار ديال الزبدة مذوبة، وعندي نص ديال الخمارة. صافي هادشي كاين البنات في المقادير، راه ساهله دغيا دغيا تتوجد. هنا البنات الخل الا بغيتو تزيدو، بغيتو تكون لكم يعني البليغات ديالكم مقرملين كتر ورطبين، ديروا الخل كتر. هنا البنات تنخلط جميع المقادير بخطرات. درت 2 بانيات دقيق. الا درتو يا البنات كاس الدجنجلان ديروا 2 كيسان ديال الدقيق. درت لكم هاد العبار هكا باش يبان لكم، بلا ما ندير لكم نعبر لكم بالغرام، وهذا درت لكم هاد الطريقه راه اسهل ما يكون. صافي هنا البنات تنخوي جميع المقادير. الزيت 2 معالق كبار البنات، والزبده، هنا البنات درت القرفه اولا هذا النافع هذا، ودرت هنا القرفه البنات. انا القرفه تندير معها شويه ديال الكوزه، اختياريه، اللي بغات البنات ديال الكوزه، اللي ما بغاتش ماشي مشكل. هنا البنات النص ديال الخماره، وشويه د الملح ما نساوهاش البنات. صافي هنا تنخلط جميع المقادير، وغادي ندير صفر بيضه، نخلط النواشف كاملين، وغادي نجمع البنات. ندير 2 معالق بالماء زهر، وغادي نجمع العجينه بالماء عادي وشويه د الماء زهر، اولا اللي بغات تجمعها بالماء زهر كله تجمعها بالماء زهر. انا درت الماء مع الماء زهر. صافي هنا شويه د الملح البنات ما تنساوهاش. صافي وغادي نجمع العجينه ديالي كما قلت لكم. انا جمعتها بشويه د الماء زهر الماء عادي. اللي ما عندهاش الماء زهر هكا تجمعها غير بالماء عادي، تجمعها بالماء عادي ماشي مشكل. راه ساهله يا البنات وتتجي يعني تتوجديها دغيا دغيا، تتخلي العجينه ديالك ترتاح وتتخدميها تتوجد دغيا دغيا، هي ما كتاخذش الوقت في التشكال ديالها، ماشي بحال الشباكيه. صافي هنا البنات تنجمع العجينه ديالي ونخليها ترتاح مزيان مزيان حتى ترتاح، ونبدا التشكال ديالها. هنا البنات ملي رتاحت العجينه ديالي خديتها تنشكل فيها، تناخذ واحد شويه القياس تنسرحها رقيقه يا البنات. المهم نتوما على حساب السمكه اللي بغيتو. انا تنسرحها رقيقه واحد شويه تتكونش غليظه. كما قلت لكم راه ساهله يا البنات ودغيا دغيا تتوجد. اللي عندها البنات شي مسطره تجبدها المهم انا ما عنديش المسطره، وعندي داك المنديل الورقي، المهم جبته انا وجمعته درت له على العرض انا اللي بغيت ديال البليغات. صافي هنا البنات تنسرحها مزيان كما قلت لكم. انا ما تنخليهاش غليظه، تنسرحها واحد شي شويه تولي رقيقه. شتو يا البنات.
صافي هذا هو المنديل الورقي جمعتيه انا وطويتو، المهم طويتو على العرض اللي بغيت ديال البليغات. صافي كنحطو تنقطع. اللي عندها شي حاجه تشد عليها العبار شدها عليها كيف ما كانت تشد عليها العبار، اولا اللي عندها ديك القطاعه المشنفه في الجناب المربعه تيديروا بها الحلوى، اللي عندها تستعملها حتى هي راه تتعاون بزاف. اولا ديروا عادي عينكم ميزانكم وتقطعوا بالجراره عادي. تنقطع البنه الطول وتنقطعها في العرض. هذه هي الفكره اللي ما عندهاش اي زعما شي حاجه شي مول تستعملو، اولا اللي ما عندهاش شي حاجه باش تقطع، هذه فكره طبقوها راه ساهله مهله. صافي انا البنات تنقطع كل شيء وتنبدا نشكل. راه البليغات البنات من اسهل ما يكون، اللي ما قدراتش اللي ما عندهاش الوقت دير شباكيه دير هادو راه ساهلين البنات، ونفس المذاق تقريبا نفس المقادير ديال الشباكيه اللي تيكون في هاد البليغات. صافي يا البنات انا ملي تنسد البلغه ديالي تنسدها تنزيرها تنزير على البلغه. ايوا انتما يا البنات البليغات ما بقاوش. بليغات اخر موديل. شوفوا يا البنات راه ساهلين، غير بقاو ضغطوا عليهم مزيان باش ما يتحلوش لكم في الطياب. مني تتخليوهم ينشفوا مني تيطيبوا ما تيتحلوش مازال. صافي غير سدوهم مزيان. صافي هكا تنشكلوهم وحده وحده دغيا دغيا تيتشكلوا وبالخفه البنات. صافي غنستمر البنات بحال هكا تنساليهم كاملين ان شاء الله باذن الله. هنا البنات سرحت العجينه اخرى وتنوريكم هاد الليمون اللي عندي ديال القطاعات ديال الحلوى. الا بغيتو تستعملوهم انا غير تيجيوني. شوفوا الفرق يعني ما فيهمش دوك الشناتف في الجناب، تيجيوني ماشي هما هادوك ماشي البليغات اللي بغيت. المهم على حساب كل وحده الا بغات هاد الطريقه ديرهم راه حتى هي تجيو زوينين، ولكن كاين شويه د الفرق. المهم انا عجبوني هكاك بدوك الشنيتفات في الجناب. المهم هذه هي الفكره عطيتها لكم البنات، اللي بغات دير بالقطاعات ديرها بالقطاعات راه بحال البنات. صافي يا البنات تنستمر هكا تنقدهم كاملين، راه كما قلت لكم ساهلين ودغيا دغيا، وتنخليوهم ينشفوا تبيتوهم الغد ليه اولا تخليهم العشيه. المهم تيقصحوا ينشفوا وبداو طيبوهم البنات. الطياب كيف ما قلت لكم في الشباك يا البنات تديروا وحده تتطلع الفوق تتبان لكم الزيت ديالكم سخنات وتطلونسيو تتعمروا المقله ديالكم. وهذا الشيء اللي كاين البنات راه البليغات ساهلين نديروهم. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينفعكم واحد شي شويه. خليو لي كومونتير زوينين بحالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله وعواشركم مبروكه.